السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وهانيين وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله حندير معاكم روتين تاع نهار الجمعة، يعني كيفاه بديتو من الاول للاخر. لهنا اول حاجه بديت بها البنات، جبت هذيك الدجاجه، نقيتها غسلتها بيان بالقارص والملح وخليتها تستقطر، ومن بعد حطيتها في لي ساشي كونجيلاسيون وخبيتها. من جهه واحده اخرى بديت في العشاء تاعي، هو الغداء هو الاول باه يطيب لي. لهنا حطيت الدجاج، حطيته في مع شويه زيت وخليته يتقلى لي مليح مليح البنات، حتى يتقلى مليح هداك ويحمار هكا الدجاج، الجلدة تاعو اللي من الفوق تحمار. لهنا زدتلو بصلة كبيرة، رحيتها، زدت لها شوية ما ورحيتها في الروبو، رحيتها خلاص. ولهنا حندير لها التوابل، درت ملح فلفل كحل زنجبيل وكركم والتابل تاع الدجاج والثوم. وليت حاب دير غير ملح وفلفل كحل، دير ملح وفلفل كحل. هي نورمالمون تريدها دير غير ملح وفلفل كحل، بصح انا كي عاد بالدجاج هكا حبيت باه الدجاج يمدلي بنه خير، والتوابل الحق يبنوا البنات. وهنا خليتها تتقلى لي مليح ومرقت بالماء سخون، مرقت على ضربه واحده. ولهنا نزيد لها الحمص والجريوات والسنارية، يعني تحب دير الحمص برك ما تحطش الجريوات والسنارية ما تحطش. انا حبيت نحط الجريوات والسنارية، حطيت معاها الجريوات والسنارية وقفلت عليها وخليتها تطيب لي في راحتها. من جهة واحدة اخرى لهنا احنا نفور التريدة، يعني هذه التريدة ولا احنا في عنابة نقولوا مقرطفة، كاين اللي يقول تريدة، كاين اللي يقول تريدة الموس، كل واحد كيفاه يسماها. المهم اللي تجي كاريات هكا. ونعطيكم لا مارك هذه تاع الشرقية، تجي تهبل البنات رهيفة، خلاها تهبل تهبل تهبل، حق عجبتني خلا. لهنا حكمتها، درت لها غير شوية زيت وخلطتها كامل حتى الزيت هذاك دقست تريدة كامل وحطيته يفور لي. من جهة واحدة أخرى لميت هادم القديب جات لي درت بهم طيبت بيهم، غسلتهم ورحت خبيت هادم القرابش كامل. ولهنا الطابلة زدت مسحتها بالبرودوي هذا تاع الزجاج باه تولي لي تلمع هكا. خاطر ما البارح اني حطيت لكم سهرة الخميس، درت فيها العشاء وما مسحتهاش في الليل، يبان اليوم مسحتها وبديت نوجد في الطابلة. انا نحب نوجدها كيما هكا باه من بعد ما نعودش نزرب وكلش. حطيت الكيسان، حطيت مغارف وفراشت، حطيت المهم وجدت الطابلة تاعي. القرابش كيما شفتوها مغسولين. لهنا شوفوا الجو كيفاه، واحد الجو جمعة ديما تجي كالم. دوشت وليداتي ومن بعد قريت سورة الكهف، ربي يتقبل منا ان شاء الله، وجمعة مباركة علينا وعليكم. ولهنا صليت صلاتي، يعني ما ننساوش صلاتنا، لازم شوية في الكوزينة وصلاتنا تاني، خاطر ما هالكوزينة وخدمة الدار راهي ما تكملش البنات، مهما وش نديرو ما تكملش، نباتو نخدمو ليل ونهار وما تكملش. من جهة واحدة أخرى من بعد ما صليت ربي يتقبل منا، حكمت لهنا رحت للكوزينة هذيك باه نوجد لهم التريدة نطبخها. لهنا قبل ما ندخل ندوش طفيت عليها وخليتها، طفيت ما كان طابت الدجاج والخضرة تاعي طابولي، طفيت عليها وخليتها. لهنا كي خرجت بانت لي بلي لاصوص قليلة، حكمت ناحية هذيك السنارية، ناحية الجريوات، ناحية الدجاج، ناحية الحمص، وزدت لها شوية لاصوص شوية ما زدت مرقتها شوية برك وخليتها حتى تغلي لي مليح مليح. بعد ما غلات لي كيما راكم تشوفوا فيها لهنا، وحكمت الدجاج هذاك قليته فيه شوية زيت وشوية زبدة، وقليت قرن فلفل حار، الراجلي بركانوي ما ناكلش الحار. قلت لكم لهنا بعد ما غلات مليح طبختها، ومن بعد لهنا وجدت سلطة، وجدت سلطة وحطيت الحوايج المهم تاع الطابلة هذيك. وشوفوا التريدة تاعنا كيفاه جات، التريدة ولا المقرطفة كل واحد كيفاه يسماها، المهم احنا نقولوا لها تريدة، تريدة الموز. وشوفوا البنات كيفاه جات ما جاتش معجنة هكا، شتو لا مارك اللي نعدها لكم ملاحة سوا الشرقية،
هاذيك عجبتني لا مارك تاعها، مالفة نشراها بصح ومباكتية وكلش، بصح نلقاها الداخل خشينة شوي، هذيا جاية رهيفة. ومن بعد هنا بديت نسربي فيها. شوفوا البنات الخضرة هادية كاين كل واحد كيفاه يطيبها، كان يديرها بالحمص برك وما يدير لها حد شي، بصح انا عولادي باه نكلحهم هكا ياكلوا لي الجريوات وياكلوا لي السنارية، خاطر ما الجريوات والسنارية كما نعرفوا الولاد شوية هاك، بصح انا الحمد لله والفتهم من كانوا صغار ياكلوهم. بعد يا ولدي الكبير يموت على الجريوات والسنارية، يحبهم وهي كل طفل كيفاه، كاين اللي يحب ياكلها وكاين اللي ما يحبش ياكلها. انا باه نكلحهم برك ندير لهم في لي بات كامل، بالك ماركيتوني نطيب الجريوات والسنارية ياسر عجل ولادي. لهنا البنات زدت حطيت ادبك لي بول تاع الفيونداشي كانوا عندي ديجا، حطيتهم طابولي في لاصوص وزينتها بالعظام كيما راكم تشوفوا فيها بالحمص. اللي يحب يديرها هي التريدة الدار غير حمص برك ويديروها دجاج والحم وفيونداشي هدي، كل واحد كيفاه وش كان عندك ديرها فهمتي. ويديروا لها العظام، بصح السنارية والجريوات قليل اللي يديرها. المهم حبيباتي هذا هو غدانا، ربي يدومها نعمة واحفظها من الزوال. كما راكم تشوفوا جات بنينة تهبل البنات صدقوني، جات مريجة هكا، ما جاتش معجنة ولا تعجنت هكا، جات كل ورقة وحدها على الكيف. اللي هي تغدينا وكملت، ومن بعد نط للكوزينة هذيك هزيت القرابج زدت غسلتهم، يا اخي الخدمة ما تفضش ما تفضش. قلت خلي ما نرقدش، جبنا العنب لهنا، قلت خلي ندير شوية كونفيتور. شوفوا البنات انا راني بديت فيه وما كملت لكمش في الفيديو الوصفة كاملة. تما بديت فيه وما كملتوش، غدوة ان شاء الله هنكمله ونحط معاكم الوصفة كاملة. لهنا بديت نغسلو، نحيت له هادوك الخمجين وبعد نحيته هكا عنبات عنبات. يعني انا العنب نحبه كونفيتور خلا. شوفي كاين اللي يديرو كونفيتور يخليه كيما هاك وكاين اللي يرحيه، كل واحد كيفاه. هي من المستحسن الرحاية تاع اليد هذيك تاع بكري اللي يرحيو باها هاك، انا قلت كون صادفها ونلقاها تتباع ولا غير نشراها. الحق الهريسة ولا لي كونفيتور ملاحة هذيك الرحاية تاع اليد المانيوال هذيك. لهنا واش حكمت برمة كبيرة بعد ما غسلت هذاك العنب بيان حتى الماء تاعو ولا صافي خلا، حطيته في برمة كبيرة كما راكم تشوفوا. والعنب هذا من نوعية اللي حلوة حلوة خلا حلوة سكر الحق تاع ربي. سي بوغ سا قلت نديرو كونفيتور باه ما ياكلش السكر ياسر، باه ما تكيليش هكا. هي نورمالمون العنب كيلو تاع عنب ب700 غرام تاع سكر، واللي يحب يدير وكاين اللي يدير كيلو بكيلو، كيلو سكر بكيلو عنب. انا درت السكر ناقص، درت عيني ميزاني برك. ومن بعد حطيته على نار قليله خلا وخليته، ومن بعد رحت غسلت القرابج هذوك اللي ما يفضوش كل دقيقه يتلموا، انا نحب نغسلهم باه ما يتراكموش عليا. ولهنا راجلي جاب لنا هادما، جابهم لنا البارح في الليل، ما صورتهمش معاكم اليوم صورتهم. انا اصلا ما حليتهمش البارح وما ما قعدت لهمش. لهنا جاب الراسلان جاب له هادما لي كايي تاع التلوين زعما باه يتعلم التلوين، وما شراهم له برك شرا له ادوم الالوان. المهم فرحنا، ربي يفرحه ان شاء الله، ربي يخليه تاج على راسنا ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ربي يحفظ لوليداته ويحفظ لكم ازواجكم انتم تاني. انا شرا لي هذيك البارفان، شرا لي هاد لا كريم هكا، وشرا لي العسل كما راكم تشوفوا فيها. انا العسل نديرو عجل الجرح تاعي وتاني مليح. المهم وشرا لي هدية تاع المرجان، خاطر بها انا اللي قلت له جيبها. شفتها كيما اليامات هدية مدايرين ضجة. كليتها من قبل خلا، بصح اليامات هذي كثرت عليها الهضرة واحد تشهيتها ما باليش، كل ما نشوف فيديو نشوفها. المهم حبيباتي هذا هو جابتنا ان شاء الله ربي يخليه لنا ان شاء الله. المهم وبعد رجعت الكونفيتور هذاك والنار راهي قليله خلا، وحطيت له كاس تاع ماء البنات.
كاس صغيرون هكا تاع الما، هي كي تخليوه في السكر تاعو تخليوه يبات أو يسيب الماء تاعو، بصح أنا حطيتو ديريكت كيما شفتوني، حطيتو ديريكت سي بوغ سا زدتلو الماء هداك وخليتو يطيب مليح مليح حتى يطيب لي باه نرحيه. أنا كنت مديسيديا حنرحيه، ولهنا وجدت لهم القهوة تاع العشية كيما راكم تشوفوا، حطيتها لهنا في البالكون، حبيت نبدل هكا، وكان الحال سخون ماهوش بارد، ويعني نستغل البالكون تاعي قبل ما يبرد الحال خاطر ما بقاش وباين حيبرد الحال ديجا اليامات هادية وبدا يبرد الحال شوية. وهاد الكاطو راجلي راح العرس جابو معاه، صدقوني واحد الكاطو يا البنات عقد ما نوصف لكم، واحد البنة يعني ما كليتش منه، كليت غير هادي تاع الخوخ. شوفوا كيفاه تاع لي فروي هادية، تشوفها من الداخل كيفاه طرية تهبل. انا نشريت في النفس تاعي بصح مش للدرجة هادية، والبنة تاعو بنة صح، بنة روعة روعة روعة. شوفوا كيفاه راه طري روعة. أنا شريته من حانوت هذا بالك مكوموندي ولا ما باليش جديد، أنا شريته الحصل في نفاسي، شريته من حانوت عادي ما باليش اسكو جديد ولا قديم. كي سقسيته قال لي جديد، ونحنا كل يوم نجيبو غير جديد واحد. وشوفوا البقلاوة الله يبارك، بقلاوة تاع الصح، بقلاوة وعليها الكلام، في الكعبة تاعها مخصوصة كبيرة، وفي البنة تاعها ما نحكيوش. ولهنا جبت لولدي هكا، بقيت نلعب معاه أنا تاني، نعلم فيه كيفاه يلون، وهو كي عاد صغير هكا وش دايرت له النفحة تاع التلوين وكامل، تاع القراية هكا، يحب يلون، يحب يحفظ، يحب يدير. كي شغل عنده قابلية شتكية أول خطرة هكا تبان له القراية بلي حاجة مازال ما جربها سي بوغ سا كيما هكا. إن شاء الله يبقى لي كيما هكا برك، الأيامات الجاية إن شاء الله راني حندخله في الجردة كاش ما يندمج هكا شوية مع الولاد، يتعلم لي شوية، خاطر ما أنا ومعايا صعيب ما ياخدليش الراي كيما حبته أنايا، صعيب. وخليته هو يلون، ومن بعد وجدت العشاء يعني درت عشاء خفيف وظريف. كان عندي الحميص ديجا، السلطة كانت كيف غسلتها صباح، غسلت بالزايد، قليت غير شوية بطاطا، وقليت البرغاز وشوية درت لي بغوشات تاع اللحم، درتهم بالطماطم والفلفل. وهذا هو عشان ما حبيتش نكسر راسي الحق. والتريدة هذيك بقات شوية، راجلي ما عندوش فيها حاجة هكا، ما يحبش التريدة في الليل. وهذا هو عشان البنات، إن شاء الله ربي يدومها نعمة واحفظها من الزوال. ومن بعد وجدت لهم سهرة خفيفة برك، يعني تاع تاع سقة برك. المهم حبيباتي، هذا هو روتين تاع اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم. اللي مازالت مش مابونيا في القناة، تطلب منك فضلا وليس امرا حبيبتي انك تابوني في القناة باه ديما يوصلك الجديد، وما تبخلونيش بالجام، وتهلاو في رواحكم الى روتين واحد اخر. وبربي ان شاء الله الروتين اللي وراه هذا نحط لكم التكملة تاع الكونفيتور تاع العنب.